السلام عليكم الإخوان، جيناكم بأخبار جديدة عاوتاني. مصادر موثوقة: الماتش ديال المغرب ونيجيريا اللي ربحت فيهم غادا تلعب مع الجزائر، حيت الماتش ديال الجزائر خصو يتعاود. سمعوا. والله العلي العظيم غير راح يتعاود يا خاوتي، غير خبر رسمي خاوتي. الخساره تاع نيجيريا راهم يقولوا باللي فيها يتعاود الماتش ان شاء الله يا خاوتي، ان شاء الله تقريبا رسميا خبر رسمي. راهم يحاولوا في الفيفا، يعني نتكلم يعني في القمه، راهم يحاولوا بإعادة المباراة، لأنه إعادة المباراة أصبح مضمونا. سيبون راح يتم إقصاء نيجيريا مباشرة. ماتش يتعاود. فيفا تعلن اعاده المباراه الجزائر ضد نيجيريا، حطوها في القناه تاعها رسميه باش ما تقولش قاعد تكذبوا. تاولي خاوتي راح يتعاود، قرار تاع وزاره الفيفا خاوتي. قال لك صاي سي اوفيسيال صادي عنده معارف وكاع، تحرك منه الاربيت صاي حبسو والبارتي غادي تعاود. الاربيت غير 0-0 بينالتي ما شافهاش خاوتني، قال لك خبر رسمي خاوتي راح يتعاود الماتش خاوتي، سما اوفيسيال خاوتنا. حبيت نقول لكم حاجه اللي هي رسميه. راح البارتيه تتعاود في استاد القاهره رسميا. راح يعاودوها بسبب الحاكم، المباراه راح تلعب في القاهره، ان شاء الله نربحوها ونطلعوا نصف النهائي ونديو العقوب باذن الله. خاوتي مازال ما خسرنا الماتش، لازم قبل ما يلعبوا نصف النهائي ندخلوا كاع لاباج تاع الكاف ونكتبوا لهم الماتش يتعاود. يا خوتي نقدروا لها. هادشي هذا اخوتي، انا تفاجأت بحالي بحالكم اخوتي. شفت اخوتي، تصدمت. الماتش ديال الجزائر ونيجيريا غيتعاود، ولكن في سبور.